السلام عليكم، شلونكم؟ اليوم راح نسوي دجاج مندي على تمن مندي. البهارات اللي احتاجها للمندي: فلفل اسود ملعقة صغيرة، ثوم مطحون ملعقة اكل كبيرة، وبابريكا مدخنة ملعقة اكل، وعندنا الثوم مطحون والبصل المطحون ملعقة اكل كل وحدة، ليمون دوزي او ملح الليمون ملعقة صغيرة، وكاري نحتاج، وقرنفل ملعقة صغيرة. أكيد نحتاج الملح، ونحتاج بهارات المندي موجودة متوفرة بالماركتات ملعقة أكل، ونحتاج خل أبيض ملعقتين أكل، وعندنا زيت الزيتون أيضا ملعقتين أكل، وأهم شي الزعفران، هذا منقعته بمي وأتركه إلى أن يتفاعل ويتغير اللون. أول شي راح نخلي البهارات بإنجانة. الزعفران نصه راح أخليه. نخلط هاي المكونات زين. عندي دجاج مغسول ومنظف زين ومثقب على مود تشرب كل البهارات الموجودة. ونلبس التتبيلة بالدجاج. شوفوا البهارات هنا، بهارات المندي على لون جوزي حسب اللي نشتريها من الماركت، اكو على صفار واكو على جوزي. هسه راح اغطيها واتركها تقريبا ساعتين، ويا ريت لو تبقوها فترة اطول، اذا تبقوها من الليل للصبح كل زين. عندي كوب ونص تمن مصفى منقعة، هذا نطبخه رأسا. البهارات اللي راح نستخدمها للتمن، تمن المندي: دارسين عندنا فلفل أسود، قرنفل، ليمو بصرة، هيل أو حبهان، ورق غار أو ورق اللوري. راح نخلي شوية زيت، ما نخلي هواية لأنه الدجاج أصلا بيدهن، بس على مود نحمس البصل وباقي المكونات. البصل عندنا مقطعة بهالشكل شرائح. نخلي عليه التمن بس هيجي تقليبة خفيفة. هنا بعد ما فاتت ساعتين على التتبيلة، هسه أعطيكم سر المطاعم اللي يستخدمون المندي وشون يطلع لونه. أحط عليه شوية زعفران، عندي هذا صبغ غذائي مسموح به، موجود بالأسواق، لونه برتقالي، ممكن نستخدمه. هسه راح أخلي المي. هالقد يصير ارتفاع عن المي. هسه عندي ورق قصدير، تشوفوه مثقب، ثقبته. معلومة مهمة: تخلون ورق القصدير طبقتين طبقتين، طبقتين لي جوا الدجاج،
وطبقتين فوق الدجاج وورق الزبدة بيناتهن. وهنا دخلناه الفرن. ورق الزبدة ترى كلش ضروري، ما شاء الله هنا ورا ما طلع من الفرن، لأنه هاي مادة سامة القصدير. هسه نرجعه للفرن يتهدى هيجي تقريبا 5 دقايق وعلى نار ناصية. نار ناصية شلون نهدر على الطباخ التمن، نفس الحالة بالضبط. وهاي ورا ما طلعتها من الفرن ما شاء الله. وهنا بعد ما اكتملت الطبخة شوفوا التمن، هاي الزوائد طبعا كلها نشيلها، اللي مو بصرة والمجموعة اللي خليناها البهارات الصحيحة. التمن كلش مستوي ما شاء الله، والدجاج من نفس الحالة بدون سلق، نطبخوا اثنيناتهم بالفرن. وما أقولكم الطعم مش قد طيب، مكانكم خالي. وهسه راح أعلمكم أهل اليمن السعيد شلون ياكلون المندي. شوفوا بهالطريقة ياكلوها. الطبخة كلش طيبة صدق، مندي حقيقي وأطيب من المطاعم. يسهمكم العافية. باي باي.